قصة النهاردة من أصعب القصص اللي أنا شخصيا مبقاش عارفة أرد بإيه ولا أقوله يعمل حل إيه فيها. هي من أصعب القصص اللي هتسمعوها. قصة النهاردة إن شاب حب بنت جارته في نفس المكان وخطبها، وبعد ما خطبها راح الجيش، وبعد ما راح الجيش اتفقوا قبل ما يخلص الجيش هينزل يكتب كتب الكتاب، وفعلا نزل كتب الكتاب على البنت. وبعد ما كتب الكتاب رجع تاني للجيش، وبعد ما رجع للجيش واتصل بالأهل وحددوا ميعاد الزواج، فنزل في آخر أجازة ليه في الجيش عشان يظبط كل حاجة إن هو يتزوج. وكانت الصدمة هنا، وكان الخبر إن خطيبتك ماتت أو زوجتك، لأن هما كتبوا كتاب. كانت صدمة كبيرة عليه، صدمة معرفش يتخطاها ازاي. هي حب عمره، وكان فاضل حاجات بسيطة جدا وتكون في بيته، وصدمة من كل الاتجاهات ان انا نازل اجهز اخر حاجة عشان اعمل فرحي، وحجزت كل حاجة وحجزت القاعة، وبقى عفشي بقى في البيت وعفشها بقى في بيتي، وفي لحظة هي توفت. بيقول انا قاعد بقالي 8 سنين من بعد وفاتها وسبت مصر بحالها، بس انا مش قادر اتخطى وابدأ حياة جديدة. عملت كل حاجة كانت هي نفسها فيها ووصلت لحلمي، بس انا حياتي متوقفة ان هي بعيد عني. ده كان سؤاله، ان هو يعمل ايه عشان يرجع حياته الطبيعية. انا احب اسمع رأيكم في التعليقات، وهو ان شاء الله هيشوف ردكم في التعليقات. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان لازم تبني حياة جديدة، ولازم تتعرف على ناس، لان هي اكيد شايفاك وسامعاك وجنبك. على قد ما الفراق الموت بيكون خلاص احنا مش هنقدر نشوفهم، بس هما بيكونوا جنبنا في كل لحظة. ابدأ حياتك من اول وجديد. انا مش بقولك انسى، لان بالذات الحب ده هيكون في قلبك طول العمر، بس لازم تبدأ حياتك من